ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه يا ليالي لاحمد سعد وروبي. لسه نازله كده بقى حبه حلوين، يلا بينا. اغنية يا ليالي لاحمد سعد وروبي لسه نازله كده بقى حبه حلوين، وقلت اطلع اتكلم عليها معاكم. من كلمات فلبينو، ومن الحان احمد طارق يحيى، ومن توزيع احمد طارق يحيى برضو واسماعيل. اغنيه انا بالنسبه لي من الاغاني اللي كانت عنصر مفاجاه كبير جدا، ان انت تجمع روبي واحمد سعد مع بعض في فيديو كليب واحد واغنيه. دي فكره غريبه جدا عليا، وانا كنت مستغربها في الاول، وكنت مش مبسوط ان اول ما شفت البرومو، اول ما شفت البوستر اول استغربت، وبعدين حسيت ان انا مش مبسوط. قلت هو روبي واحمد سعد؟ يعني الموضوع رايح في حته غريبه جدا وحته مختلفه شويه، فكنت مقلق شويه عشان طبقات الصوت اللي ما بين احمد سعد وما بين روبي. طبعا احمد سعد الاصوات القويه، انما روبي مش مطربه بشكل كافي. يعني انت تجمع اتنين مع بعض في عمل واحد زي ده، فدي حاجه غريبه وحاجه تخض طبعا. وهي بالنسبه لي ككلمات كانت كلمات جميله جدا، يعني الكلمات كانت فعلا مش مجامله في الشاعر او في اللي كتب الكلام كان عاجبني قوي يا جماعه. اللي سمع الاغنيه هيفهم اللي انا بقوله ده كويس قوي. الكلمات هتعجبكم جدا، الاغاني اللي هي الرقيقه اللي هي تحسوها من ريحه الاغاني بتاعت زمان شويه. من حيث الكلمات بتاعتها كانت رقيقه قوي وكانت بسيطه، وفي نفس الوقت كان فيه قافيه كتير في الاغنيه. دي شجعتني اكتر ان انا احب الكلمات وان انا اقعد ادندنها. يعني كانت الكلمات دايما في دماغي، الكلمات كانت من اقوى العناصر بالنسبه لي في الاغنيه. احمد طارق يحيى من الملحنين الكبار، ودايما بيعمل شغل ما بيخيبش ظني. فتره كده مركز على معظم الاغاني. اللحن بالنسبه لي كان معمول بطريقه شياكه من احمد طارق يحيى، اللحن كان مقبول وكان كويس بالنسبه لي. كصوت اكتر كان عاجبني في الاغنيه وكان لايق. شايف ان كان احمد سعد اخد الجو شويه، روبي كانت عامله شغل كويس وكانت خفيفه جدا في الاغنيه، وطريقه كانت عجباني. بالنسبه لي اللي كان خاطف الانظار اكتر كان احمد سعد في الاغنيه. شايف ان هو كان عامل عنصر قوي برده في الاغنيه مع روبي. لكن لو روبي على فكره عملت الاغنيه دي لوحدها، انا شايف ان هي برده كانت هتنجح وكانت هتعمل شغل كويس جدا. بس ان هما الاثنين مع بعض فالتجمع كان كبير جدا وكان غريب في نفس الوقت، لكن تجمع محترم. وشايف ان هو كان عمل كله من اوله لاخره الصراحه كان محترم وكان عاجبني قوي. الفيديو كليب كان خفيف، ورقصه احمد سعد هو بقاله فتره من ساعه اغنيه وسع وهو بيعمل اغاني بيطلع بيعمل حركات زي رقصه للاغنيه عشان الناس تعملها على التيك توك وتنتشر بشكل كبير، وطريقه دعايه برده جديده. يعني شايف ان دي حاجه كويسه وتحتسب لاحمد سعد. بالنسبه لي الاغنيه كتوزيع كانت ما بين احمد طارق يحيى وبين الموزع اسماعيل، يعني كان في توزيع مشترك. انا شايف ان التوزيع كان النص الاولاني كان كويس، انما التوزيع النص التاني حسيت ان هو كان مش قد كده. شايف ان التوزيع كان ممكن يطلع بشكل افضل من كده. يعني اللي عمل الجزء التاني من التوزيع يعني كنت ممكن تشتغل على التوزيع اكتر من كده. انا ما اعرفش هل هو احمد طارق يحيى ولا اسماعيل، يعني هو التوزيع زي ما قلت لكم مشترك. يعني حتى اسماعيل اول مره اسمع اسمه في اغنيه قبل كده، يعني انا ما سمعتش اسمه في اغاني عدت عليا، لكن التوزيع كان محتاج شغل اكتر من كده بالنسبه لي. شايف ان التوزيع في الجزء الاولاني كان قوي كان كويس، لو كان كمل على كده كان هيروح في حته ثانيه خالص. تقييمي للاغنيه تبقى 6 من 10. الاغنيه بشكل عام انا شايف ان اقوى حاجه فيها كانت الكلمات والالحان. التوزيع كان كويس نوعا ما، كان محتاج يبقى اقوى من كده شويه. شايف ان هو دويتو ممتاز. شايف ان الطريقه والفكره جامع مع بعض كله، ان هما الاثنين يكونوا في دي واحد، دي لوحدها شابوه كبير جدا لصاحب الفكره والتجمع، ان هو يجمع فنان زي احمد سعد وروبي. فهم فنانين تقال جدا وبيعملوا شغل جديد ودايما بينزلوا اغاني حلوه بقالهم فتره، فهم ان هم يعملوا اغنيه سوا اضافه للاثنين. بالنسبه لي انا يا ريت ان اشوف ان العمل ده يتكرر كتير الفتره اللي جايه. وتقولوا لي في الكومنتات تحت، عرفوني قولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده. انا شايف ان الفيديو كليب والاغنيه او الروح كلها كانت معموله بطريقه حلوه. يعني الروح لما تبقى حلوه في العمل بتبقى باينه وطالعه بجد فعلا من القلب، مش مجرد تصوير وخلاص او عمل كده بيتعمل والسلام. انا شايف ان العمل ده كان كويس وطالع بشكل حلو قوي. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وبتشوف اشترك فعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في محتوى بقدمه اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحابكم. ما تقدروا تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.